أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم توضيحاتها للرأي العام بخصوص العقوبات التي أصدرتها الهيئة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة الجزائر ونيجيريا التي لعبت يوم 10 جانفي 2026 ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا 2025. وقررت الكاف تسليط جملة من العقوبات شملت لاعبين والاتحادية، حيث تم إيقاف الحارس لوكا زيدان لمباراتين سيتم تطبيقهما خلال تصفيات كأس إفريقيا 2027، كما تم إيقاف المدافع رفيق بالغالي 4 مباريات، 2 منها مع وقف التنفيذ، على أن تطبق أيضا خلال تصفيات نسخة 2027. وعلى مستوى الغرامات، فرضت الكاف غرامة مالية قدرها $5000 على الاتحادية الجزائرية بسبب سوء سلوك المنتخب بعد تلقي 5 لاعبين بطاقات صفراء خلال اللقاء في مخالفة للوائح المعمول بها. كما تم تسليط غرامة إضافية بقيمة $25,000 نتيجة تصرفات غير لائقة صدرت من بعض اللاعبين والمسؤولين بعد نهاية المباراة، والتي اعتبرتها الكاف مسيئة لصورة اللعبة. ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ فرضت غرامات أخرى بسبب تصرفات الجماهير، حيث تم تغريم الاتحادية $5000 بسبب استعمال الألعاب النارية، و$5000 أخرى بسبب رمي المقذوفات، إضافة إلى $10,000 لعدم احترام الإجراءات الأمنية بعد محاولة بعض المناصرين اختراق الحواجز. كما تم فرض غرامة ثقيلة بقيمة $50,000 بسبب إشارات مسيئة قام بها بعض المشجعين تجاه مسؤولي المباراة. وبعد صدور هذه القرارات، سارعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى مباشرة إجراءات الاستئناف وفق القوانين المعمول بها من أجل الطعن في هذه العقوبات. وأكدت الاتحادية أنها ستتابع الملف عن قرب، مع التزامها الكامل بالدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية واحترام كل المسارات التنظيمية والمؤسساتية المعتمدة.